من هو الأب؟ الأب في صغرك تشعر أنه الأمان والضمان للأسرة الذي لا يتغير مع الزمن، وأنت صغير ترى في أبيك القوة والقدرة فتقلده في كل شيء، وتتمنى أن تكبر فتكون مثله. تلبس حذاءه فتتعثر من كبر حذائه وصغر قدمك، تلبس نظارته فتشعر بالعظمة، تلبس هدومه فتشعر بالهيبة والفخامة، فتشعر في صغرك أن أبيك قادر على كل شيء. أما البنت فقيل قديما كل فتاة بأبيها معجبة. فالأب هو أول قدوة وأول بطل وأول حب وأوفى حبيب لابنته، ولو أحبها أهل الأرض جميعا. حينما يخطر في بالك شيء حتى لو تافه فتطلبه منه، فيفرح بطلبك ويسرع في تلبيته لك بكل صوت. فقيل عن الأب هو ذلك الذي تطلب منه نجمتين فيعود لك حاملا معه السماء. الأب هو العطاء الدائم والعطاء بلا مقابل ودون انتظار مقابل. الأب تفاصيل صغيرة بس بداخله حياة ومعاناة كبيرة لا يحملها إلا هو. فحين يعود إلى المنزل يضمك إلى قلبه ضاحكا، وأنت لا تدري كيف قضى يومه وكم عانى في ذلك اليوم في عمله، ولكنه يفرح بك ويبتسم، يفرح بك وبضحكتك، فيأخذ لك صور كثيرة دون أن يهتم أن يظهر هو في صورة واحدة. واليوم في كبرك أنت لا تعجب بلبس أبيك لأنه قديم ولا يليق بك، ولا ترغب في وجود أشياء العتيقة لأنها أصبحت بالية وغير مريحة بالنسبة لك. أصبح كلامه لا يلائمك ولا يشرفك أمام أصدقائك، بل وأصبحت أسئلته مزعجة بالنسبة لك، وهي تدخل في شؤونك، وهذا لا يعجبك. كلامه يشعرك بالحرج لأنه لم يعرف يتحدث بلغة العالم الحديثة، ولم يفهم متطلبات العصر الحديث. إذا تأخرت وقلق عليك واتصل بك وعاتبك على التأخير عند عودتك، تشعر أنه يضايقك، ولا تقبل هذا لأنك ترى أنك كبرت وأنت الآن حر ومسؤول عن نفسك، رغم أنه يريد الاطمئنان عليك فقط ليس إلا. ترفع صوتك عليه وتضايقه بكلامك فيسكت، ليس خوفا منك بل حبا فيك وخوفا عليك. حينما كنت صغير كان أبيك يفرح بك وأنت تحبو، وكان يفرح بكل خطواتك، ولكن حينما يكبر وينحني الظاهر لا يجد بك يدا تمسك به وتسنده. أنت بالأمس كنت تتلعثم بالحروف وتخطئ في نطقها، وكان هو يفرح بك ويبتسم، وأنت اليوم تتضايق من كثرة كلامه وتساؤلاته واستفساراته. تحملك أبوك في كل طفولتك وكبرك، وكان يقوم بكل ما لا تستطيع القيام به. كان حنونا عليك، كان يفتح لك علب الأكل التي تعجز أنت عن فتحها، كان يقطع لك أغصان الشجر ويحتمل الشوك حتى يأتي لك بأجمل ثمر. كان الوحيد الذي لا يخاف من النزول والصعود في منتصف الليل حين تخاف أنت من الظلام. كان يذهب إلى الصيدلية متأخرا ليأتي لك بالدواء. كان يصلح دراجتك وألعابك ويصلح لك عروستك الصغيرة. كان أبيك لا يترك أي شيء. تحملك أبيك في كل شيء، فهل فكرت يوما أن تتحمله في شيخوخته ومرضه؟ فأحسن إليه إذا كان عائشا، فغيرك يتمنى رؤيته ساعة واحدة من جديد.